الو. الو، اهلا يا عم. انا اتبسطت جدا لما شفت رقم حضرتك على التليفون. تسلم يا اركان، ده من ذوقك. الحقيقه ان احنا هنضطر نأجل الموضوع خالص الفتره دي، لان انا جدت عندي امور كتيره جدا في الشغل، وبصراحه مش هبقى مستعده خالص، ولا نفسيا ولا ماديا. فاهم حضرتك. لا ان شاء الله باذن الله كل حاجه هتبقى احسن. يعني حضرتك كده شايف ان الامور ممكن تتأجل لحد امتى؟ نأجله زي ما نأجله يا اركان، سنه اكتر زي ما يكون. اللي ربنا رايده هيحصل. على فكرة انت بالضغط عليا مش هتاخد مني ميعاد بالعافية. تمام، لعله خير. تمام، مع السلامة. ها قالك ايه؟ هيقول ايه يعني؟ ما انتي سامعة كلامي. ما عندوش غير حاضر ولعله خير. خير ولا شر بقى مش فارقة. ولادك من الهانم طليقتك اصلا محدش شاف وشهم طول ما انت عيان. انت رقدت 3 ايام في المستشفى، محدش فيهم سأل عليك ولا عبرك ولا عرفوا حتى ان انت تعبان. وبعدين معلش هما فين؟ ده حتى ما بيجيش يشوفوا اخواتهم ولا بنشوف وشهم في اي حاجة. بيفتكروك بس لو ليهم مصلحة ولا عايزين منك حاجة. وبعدين انا نفسي ان طليقتك تفهم حاجة واحدة بس، ان علاقتك بولادك والصرف عليهم بتنتهي عند الجامعة. انت مش مطالب كمان تجهز وتجوز. انا اللي اعرفه ان هي لو مش قادرة تجهز الولاد تقعدهم جنبها من غير جواز، مش تيجي على حساب ولادي انا ومصاريفهم وتعليمهم. انا ما فرقتش ما بين كل ولادي، ولا ولادي منك ولا ولادي منها. ما قصرتش، بس كنت ناوي تأثر. او انت مش واخد بالك كنت هتأثر. لما كنت تروح تجهز وتجوز بنتك من طليقتك كنت هتيجي على حساب بنتي انا، اللي المفروض متفقة معاك من اول سنة دخلت الجامعة ان هي تقضي رابع سنة برا مصر، وانت متفق وموافق على ده، وفي نفس الوقت رايح تتفق لي على جهاز وجواز. يبقى كنت هتأثر ولا لا؟ هو مش في الاخر اللي انت عايزاه حصل؟ خلاص بقى، قاعدة بتتصل، اكيد اركان بلغها. طب رد لما نشوفها عايزه ايه. الو. الو. ايوه يا بابا. ايوه يا عهد. بابا هو انت بلغت اركان ان انت عايز تأجل سنه؟ ليه يا بابا؟ ده انا ملحقتش افرح. علشان جوازك وجهازك محتاجين مصاريف، وانا مش مستعده تماما دلوقتي لان جدت ظروف كتيره جدا. طب يا بابا كنت ساعد باللي تقدر عليه، او حتى ما تلغيش معاه الموضوع واتكلم معايا انا وماما ونشوف احنا كمان نقدر نعمل معاك ايه. انت شكلك مش فاهمه يعني ايه تجهيزات عروسه. اهل البنت والبنت بيدفعوا فلوس قد كده زيهم زي العريس ويمكن اكتر. مش عارفه اقول لك ايه يا بابا. نادرا جدا لما بتتدخل في حياتي او في اي حاجه او في اي قرار انا باخده، او نادرا بمعنى اصح ما بتتدخل في تفاصيلي. والمره الوحيده اللي حضرتك اتدخلت، اللي هي اكتر مره انا محتاجاك جنبي فيها، كسرت فرحتي. كسرتني انا كل يا بابا. بقول لك ايه، بلاش الكلام الدرامي ده اللي انت مش فاهماه ولا فاهمه عواقبه. وعشان كلامك ده انا ولا بجهز ولا بجوز. عايزه تتجوزي اتجوزي من غيري. اتجوز من غيرك؟ طب ما الموضوع بسيط اهو. لا تمام، معاك حق. معلش الموضوع كان صعب عليا. مع السلامه. مع السلامه. جدع. عجبني كل كلمه قلتها لها، اصل في ناس كده عينهم فارغه ولازم حد يفكرهم بحدودهم. ها يا عهد، طمنيني، باباكي قالك ايه؟ بيقول لي عايزه تتجوزي اتجوزي من غيري. انا عن نفسي ولا معايا فلوس اجهز ولا اجوز. من الاول قلت لك يا ماما ان اخر همه سواء افرح او اتجوز او اي حاجه من الحاجات دي، بس حضرتك اللي كنت مصره ان هو لازم يعرف ويتدخل ويوافق. وانا كنت هعرف منين ان ده هيكون رد فعله؟ انا فاكراه يقف جنبك لحد ما تتجوزي زي ما اي اب بيعمل مع بنته. ما كان من الاول يا ماما. ادي بابا اتدخل والموضوع باظ. كلمي اركان وعرفيه الوضع وقولي له بابا مش هيقدر يكون موجود في الجوازه، والقرار في الاخر يرجع له. دلوقتي بقيت هكلم اركان اقول له تعالى من غير بابايا. اللي حصل حصل. تمام يا ماما، هكلم اركان. ان شاء الله خير. الو.